إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع عن الزربية المغربية. الزربية المغربية أصالة تقليدية وثقافة عريقة وقطعة تنتقل من جيل لآخر. تعتبر الزربية المغربية التي تعود إلى عهد المرابطين من القطع الأساسية والمهمة في ديكور مختلف الفضاءات بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالبيوت التقليدية أو العصرية أو فنادق أو الرياضات السياحية أو حتى المنتجعات الكبيرة والصغيرة، فهي جزء لا يمكن أن يتجزأ من الهوية والثقافة المغربية، لا سيما أنها تتنوع بتناسق أشكالها الهندسية وألوانها الجذابة، وتتنوع بين الزربية الحضارية والزربية البربرية التي تظهر لنا في مدى تشبث المرأة التي تبدع في صناعتها بالتقاليد المغربية والعادات الشعبية المتمثلة في صناعة هذا المنتوج الأصيل الذي يؤرخ لتاريخ وطقوس وهوية مجموعة من القبائل المغربية. وتشكل المرأة المغربية عماد الزربية بكل أشكالها وأنواعها، رغم التطور والتكنولوجيا الحالية والعصرنة التي أصبحنا نراها، والتي سهلت الكثير عملية صناعة هذا المنتوج اعتمادا على مجموعة من الآلات، لكن تبقى المرأة التي تحولت مع مرور الزمان إلى مبدعة بالفطرة في هذه الحرفة، لا سيما أنها تقوم برسم العديد من الأشكال الفنية والإبداعات الساحرة، ما يجعل زرابيها لوحات تشكيلية رائعة تحتفظ بصورة عن التراث الأمازيغي والمغربي الأصيل، وتمثل جزء من هوية الثقافة المغربية ونشاط سكان مجموعة من القبائل البربرية الذين يستمدون خيوطها وألوانها ومفردات أناقتها من التراث القديم. الزربية قطعة تكمل أناقة البيت ومختلف الفضاءات الداخلية والخارجية، ولم تعد الزربية التقليدية لمسة تقتصر فقط على المنزل التقليدي أو الفنادق التقليدية التي تشتهر بها المناطق الجبلية في المملكة المغربية، بل أصبحت قطعة فريدة من نوعها تحقق الرؤي والجمال الأنيق لكل مساحات المنزل، إذ تعطي المكان غنى ملحوظا، لا سيما أن هذه القطعة تتميز بمجموعة من اللمسات وزخارف ونقوش تقليدية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ أن هناك مجموعات يمكن للأفراد اختيار منها واعتمادها في مساحات المنزل كقطعة ديكور أثرية مميزة تزيد في جمالية المنزل ورؤيه التقليدي، والتي ينصح بها خبراء الديكور لدمج الثقافة التقليدية باللمسة العصرية والحصول على تلك الصورة الفريدة من نوعها. كما أن هذه القطعة العريقة سواء كانت بربرية أو تقليدية مغربية أصبحت تساهم بشكل كبير إلى جانب المنتوجات التقليدية المحلية الأخرى والمتنوعة والمتعددة في تحريك العجلة الاقتصادية لفائدة السكان العديد من القبائل والمناطق الأروية بالمغرب، من خلال إقبال المتزايد على اقتنائها في المناسبات والأفراح وترويجها في معارض وطنية ودولية، حيث يصبح الإقبال كبير عليها ليس فقط من قبل المغاربة وإنما من قبل الأجانب أيضا، الذين يعتمدونها كذلك كلمسة رائعة ومميزة في ديكور منازلهم، أو اعتمادها كلمسة تاريخية في مختلف الفضاءات. الزربية المغربية المتعددة الأشكال وتختلف من قبيلة إلى أخرى. تتنوع اللمسة في الزربية التقليدية التي برزت منذ قرون بقوة في الساحة بين الأطلسية والريفية والأمازيغية والسوسية والرباطية وغيرها من الزرابي التي تشتهر
به هذه المناطق، والتي تتميز أيضا بمجموعة من الاختلاف في زخارفها التي تتنوع من مكان إلى آخر، فضلا عن نقوشها المتعددة والتي تكون تلك اللوحة الفنية المتميزة التي تصبح خامة تعطي جمالية للمكان، كما يمكن أن تكون قطعة للتأمل في جماليتها المختلفة والمميزة ورسومها الساحرة والخاطفة للأنظار. هذا وتميزت أيضا في أحجامها، إذ يمكن الاختيار منها إما أن تكون قطعة لغرفة النوم للكبار حسب الألوان المرغوب فيها، إضافة إلى كونها تناسب أيضا غرف الأطفال باعتماد مجموعة منها تحمل زخارف ونقوش بسيطة خاصة بالأطفال حسب سنهم، فضلا عن اعتمادها قطعة فنية مميزة في غرفة الجلوس وتنسيق ألوانها بألوان المكان وجماليته، كما أنها تعتبر خامة جمالية عندما يتم اعتمادها في الصالون أيضا وحتى في المطابخ. انقسام الزربية المغربية إلى نوعين يجعل الإقبال عليها كبير. وتنقسم الزربية المغربية الثقافية التي تعد من خامات تقليدية متجذرة في عمق التاريخ، والتي تنسج بالصوف الخالص وبطريقة تقليدية ذات لمسة محلية، إلى نوعين: زرابي كبيرة الحجم تستعمل في تزيين الجدران والأرضية البيوت، وزرابي صغيرة الحجم غالبا ما تستعمل كفراش أو في تزيين غرف المنازل. خامات متعددة تجعل الزربية التقليدية قطعة فريدة من نوعها لدى المغاربة، وتعد هذه القطعة المميزة في أشكالها وزخارفها من اللمسات التي يمكن اعتمادها كلوحة فنية يمكن تثبيتها على الجدار، شريط أن تتناسب مع المكان لإضفاء ذلك الاختلاف والرونق الساحر للمكان، لا سيما أنها قطعة تتنوع في استخدام مجموعة من المواد منها الأهداب المتدلية من الجوانب، فضلا على اعتماد جمالية تراثها الرائي الذي يتنوع أيضا في أشكاله ورقيه الساحر، والذي يتنوع في ألوانه كذلك، هذا بالإضافة إلى ألوانها التي تتنوع بين الداكن والفاتح والمشرق والصارخ، والتي يمكن اختيار منها حسب الضوء وحسب صيحات المعتمدة في الديكور، كذلك للحصول على إطلالة متألقة للمكان والمتناسقة في كل شيء. الزربية المغربية تجاوزت الحدود المغربية لتصل إلى العالمية بجمالية زخارفها. تشمل مكونات هذا المنتوج التقليدي الذي ينسج في مختلف القبائل المغربية، متجاوزا الصفة النفعية إلى الشهرة العالمية، مقومات تقنية وأخرى فنية تتجسد في أشكال هندسية بسيطة مزركشة برسوم الحيوانات والمناظر الخلابة وألوان جذابة يغلب عليها اللون الأحمر الفاقع أو البرتقالي الصارخ، وهو ما يعكس الحس الجمالي لنساء اللواتي يتفنن في رسم اللوحة الفنية وجمالية تسر الناظرين وتجذبهم لاقتنائها دون تردد، واعتمادها لمسة ثقافية تضفي التغيير على المكان، لأن المرأة عنصر مهم في تصميم الزربية المغربية التقليدية المتميزة بالحس واللمسة الأنثوية. وأختم موضوعي إخواني أخواتي بالشكر الجزيل لكم، وأتمنى ألا تبخلوا علي بالإعجاب والتعليقات المحفزة، وشكرا لكم. إلى موضوع آخر.